يا مرحبا بالجميع. من القصائد والمواقف المعبرة عن التصالح مع الذات عند عرب الصحراء والثقة بالنفس، وبيان المواقف التي يظهر فيها الكرم المتأصل في النفوس. هذا العقيد والفارس من بيريت العبر، من المصاعب، من الصقور، من العمارات، من قبيلة عنزة. قال قصيدة يخاطب فيها زوجته بعد موقف سنذكره بعد القصيدة. يقول: شواربي ما هي علي بعيبة، واليوم يا داف الحشا شفت هنا عيب. أنا الشجاع اللي الربع يرجيبه، وأنا الدليلة بس هالة العباعيب، وأنا اللي يخلط سرحة مع عزيبه، اللي يذل عشيق البنات الرعابيب، ولان النسيب اللي يناقر نسيبه، اللي بدالي بردا زدت بالطيب، شدي كتبت بظلته وركبيبه، وروحي لبوت بكل حشمها وتوجيب، لابد ما نلقى بدالة خطيبة، وانتي جيت من الرياجيل خطيب. في بيته يوم يقول: وانا اللي يخلط سرحة مع عزيبه، اللي يذل عشيق البنات الرعابيب. السرح والعزيب بالنسبة للسرح البل، عندما تسرح في الصباح من عند أهلها، من عند بيوت أهلها وتسرح، يسمونها البل السارحة السرح. والعزيب البل اللي غايبين بها رعيانها وبعض الفرسان بعيد عن مضارب القبيلة، يقالها معزيب وعزب والعزيب لأنها غايبة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما يعزب عنه مثقال ذرة، يعني ما يغيب عنه سبحانه مثقال ذرة. هذا البيت العقيد بيريت العبر يذكرنا ببيت أيضا للشيخ جاهز بن شرار شيخ ميمون من بني عبد الله بن مطير، يقول: يا ما قطعنا سرح ولا عزيبي في دبرة المؤلى وحنا مناديب. سبب القصيدة يقال أن بيريت العبر كسب إبل وضح وطلبها منها العقيد المبيجي الزوين أيضا المصاعب من الصقور من عنزة، ولما أعطاها البل الوضح كأن زوجة العبر ما جاز لها الوضع، فقالت: ليش تعطيه البل فلان يا شوارب فضالة. وفي رواية تقول: ضحك عليك المبيجي يا شوارب فضالة. فضالة رجل حواج بسيط يدور بين العربان، فهي تريد أن تستفز زوجها، لكنه ما غير فيها الموقف شيء، دليل على الثقة والتصالح مع الذات والكرم المتأصل في النفس. فقال القصيدة: شواربي ما هي علي بعيبة، واليوم يا داف الحشا شفت هنا عيب. طبعا القصة تقول أن المبيجي كان مزوج العبر بنته، ويوم جت البلبل الوضح واخذها المبيجي، جت في خاطر زوجة العبر وقالت: نعطيه بنته واخذها عليها الحين، والآن يعطيها البل. وفي رواية يقول لا، إن البل ما عطاها المبيجي بالسبب هذا، طلبها المبيجي منه وقال: بعوضك في غزوتي بإبل طيبة، وغزا وكسب له إبل ملاوين أنت يا المبيجي، وبعدين عطاها من عطاها للعبر. وقال القصيدة العبر وزعلت زوجته وطلقها، وبعد ذلك قام المبيجي وزوج العبر ببنته. والسلام عليكم.